قرية بني عمار منطقة جبلية قرب مدينة مكناس ذاع صيتها بمهرجان سنوي استثنائي. يقال إن الجمال ليس خاصية في ذات الأشياء بل في العقل الذي يتأملها. المشرفون على مهرجان بني عمار زرهون رأوا في الحمار جمالا ووفاء. هذه السنة يحتفلون بالدورة 12 لمسابقة سرعة الحمار ومسابقة جمال الحمير. لابد أن نحتفي بالحمار ونحاول أن نرد له الاعتبار، ونحاول أن نخلخل الفكر السائد الذي يتعامل مع الحمار باعتباره شيء يعني حقير، شيء قبيح، كل ما هو سلبي يلبس لهذا الكائن بدون وجه حق. كانت هذه بالنسبه لي اول مره نشارك في هذه المسابقه ديال الحمير، حتى الحمار اول مره غادي يتسابق وفز بالمرتبه الاولى، والحمار راه كان في المستوى حتى هو، والشكر تيرجع للحمار والمول الحمار اللي علف ومربي الحمار، حيت الحمار عندنا هنا في القريه هو الوسيله الناقل القوت اللي تيجيب به القوت لولادو وكل شيء. مجموعه من المترشحين دخلوا المسابقه، فاختيار ملكه جمال الحمير لها معايير معينه، منها الجمال، الصحة البدنية، الرشاقة، والعلاقة بين الحمار وصاحبه. والأتان كليوباترا تفوز بملكة جمال الحمير لعام 2019. أول مشاركة وأنا جد فخور وسعيد بهذا الربح هذا، وكنشكر كاع الناس اللي مساهمة في هذا المهرجان ديال البلاد. هي مسابقة استثنائية واعتراف بالدور الحيوي الذي يلعبه الحمار خصوصا في العالم القروي. وكما يرى اختصاصي علم الاجتماع فيجب إعادة التفكير في التعامل مع الحمار من الناحية الإنسانية والتقديرية. السلام عليكم تبول، عاود اغلقها اخويا، ما تغامرش بينا.